السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه ايا اللوداوي. نتمنى تكونوا بصحه جيده. اليوم نقدم لكم طريقه تحضير سلو على جوج الاشكال. كيجيو رائعين وكيجيو اقتصاديين وكيجيو ناجحين مليون في المئة. وتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر. هاد السلو راه طلبتني واحد من تحت طلب واحد الاخوات، قالوا ديرينا معنا سلو. وتبعوا المراحل من الاول حتى الاخر، وما تنساوش ديروا اللايك والاشتراك باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. بسم الله، توكلنا على الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دعوا على بركه الله. هنا عندي 2 كيلو ونص ديال الجنجلان، غسلتهم وخليتهم تسقطروا مزيان تنشفوا، وكندخلهم كنكون مسخنه الفران وكندخلهم كيتحمروا وكينشفوا مزيان. من بعد ما كينشفوا مزيان وكيبسوا كنقيه كنفضوه وكنقيه ثاني. ودابا غنرجعوا يتحمر ان شاء الله في الفران، والاخر غنوريكم كيتحمروا في الكوكوط. هنا عندي كيلو ديال اللوز، قسمته قسمين وكنمسحو مزيان. انا كنت مسحته باش ما نطولش عليكم الفيديو، كنت مسحته بواحد الفوطه نقيه ولا بسربيته كتنظفوه مزيان من ديك الغبره. هنا عندي تاني كيلو ديال اللوز، فزقته بالماء طايب وغنخليه يرطب حتى كيرطب وكنفسخو. ملي كنفسخو كنخليه ثاني كيتسقطر مزيان في واحد الشبيكه. هنا عندي الماء طايب، وضعت فيه 2 شرائح. نوضع فيه 2 شرائح ديال الحامض، وداك الحامض كنحيدو له داك العليفات ديالو باش ما كيعطيش ديك المروره. هنا عندي كيلو ديال كاوكاو مفسخ. نتوما الا بغيتو تشريوه تكبوا عليه الماء حتى كيرطب وتفسخوه بحال اللوز، ولا كنتو مزروبين به شريوه بحال هكا حتى هو راه كيجي زوين. غير خصكم تسلقوه بحال هكا، عا كتخليو الماء كيغلى عليه، كتطلق ديك الكشكوشه وكتصفيوه. غنوريكم الشكل كيفاش. دابا غنضيفو فوق النار. هنا ضفت معاكم الجنجلان في الكوكوط، الا بغيتو تحمروه في الكوكوط ولكن نعطيوه التحريك مزيان. حركوا مزيان وتكون العافيه منقوصه. ناقص للنار. هنا غنضيف معاكم الدقيق ديال القمح ديال الزرع بالنخاله ديالو، كنغربلوه وكنحيدو ديك النخاله. هذيك النخاله الا درتوه بالنخاله ديالو ديك النخاله دغيا كتحرق وكتعطيه ديك المروره. النخاله خفيفه دغيا كتحرق تسبق هذاك الطحين الاخر. كما كتشوفوا راه كيبقى داك الدقيق بحال فينو، داك الدقيق الاصفر. دابا غنحمروا معاكم حتى هو، حركوه حتى هو مزيان، عطيوه التحريك ما ترصاوش. تحركوا مزيان. هنا كما كتشوفوا هذا هو الكاوكاو. قلت لكم خليو غير الماء يغلى عليه. ملي كيغلى عليه الماء كنصفيوه ونحيدو داك الحامض. كنخليوه حتى كيتسقطر مزيان كينشف. خليوه حتى ينشف مزيان. الطحين هو هذا تحمر كيولي مذهب على هذا الشكل. كتخليوه حتى كيتحرق. الا تحرق لكم الطحين راه كيعطي واحد المروره في سلو، كيضيع سلو. خليوه يولي مذهب على هذا الشكل هذا. من بعد ما حمرت هذاك ديال الزرع، دابا غنحمر الدقيق الابيض. غربلوه وحركوه مزيان، حقاش هاد الدقيق الابيض راه ماشي بحال الدقيق ديال الزرع. هذا راه دغيا كيدير داك التكتلات. الا ما حركتوهش مزيان كيدير داك التكتلات ويعذبكم. عطيوه التحريك مزيان. هنا هذا هو كاوكاو اللي نشفنا، اللي خليناه تسقطر. هو نشف كتشوفوا ولا على شكل ناشف ما فيش الماء نهائيا. وضعته في اللاطه وغنضيف عليه قليل من الزيت المائده. اللي بغى يقليه راه كيقليه، ولكن من الاحسن الفران شي حاجه كتجي صحيه ماشي بحال القليان.
كنلبسوه مزيان، كنلبسوه كاع داك الكاوكاو، كنلبسوه بداك الزيت وكنوضعوه في الفران يكون على عافيه مهيله. مثلا درت انا في 180 درجه. هنا عندي كيلو لارو ديال الزبده الحيوانيه، الزبده النوعيه تكون مزيانه. غنشدها غنخليها تتغلى مزيان وطلق ديك الكشكوشه ديالها. غنوريكم نحيد ديال الكشكوشه. هذا عندي اللوز اللي حمرت معاكم بالقشره ديالو، شديته طحنته تا ولا بودره مزيان، تا ولا طلق داك الزيت ديالو. دابا غنطحن معاكم الجنجلان رانا غنهرمشو، رانا منه طحنته مزيان حتى هو بحال اللوز، والاخر غنهرمشو. كي كتشوفوا الشكل ديالو كيهرمشتو ما تلوحوش بحال هكا كي عام محمر حبوب وكتقولوا راه كيجي زوين. لا، هذه هي الطريقه المزيانه. ملي كتهرمشوه كيعطي واحد داك اللوغو ديالو بنين وكيعطي المذاق ديالو زوين، ماشي بحال هكا كيكون حب. الزبده هي هذه اللي ذوبناها. من بعد ما ذوبناها كطلق داك الكشكوشه، كنحيدوا هذيك الكشكوشه من الفوق، كنخليوها كتغلى مزيان. من بعد ما كتغلى مزيان كنخليوها غنصفيها معكم ان شاء الله، وغتشوفوا اللبن اللي كيبقى من التحت. دابا هو المقادير كلها انا حطيتها معكم. هذا اللوز اللي قلت لكم طحنته بالقشره ديالو تطلق الزيت، هذا هو اللي كيعطيه واحد التعليكه رائعه. هذاك الجنجلان حتى هو طحنته حتى ولا فيه الزيت ديالو ولا معلك. هذاك الكاوكاو اللي حمرت معاكم حتى هو هرمشته، وهذاك اللوز اللي فسختو وحتى هو ملي فسختو نشفتو ولبستو بالزيت مزيان، حتى هو درت ليه الزيت وحمرته في الفران وكتشوفوا اللون ديالو كيجي رائع. وهرمشته باش ملي كتاكلوا تسلو كيعطي واحد المذاق ديال ديك تقرميشه. هذا طحنته مزيان وهذاك غير هرمشته. هذا سكر كلاصي حتى هو غربلته. كما كتشوفوا كنجيب هذه النوعيه هذه امام البيم امام المرجان، ديك النوعيه كتكون زوينه. هذا هو الدقيق اللي ديال الزرع اللي حمرت معاكم. هنا عندي العسل، عندي حبه حلاوه، عندي النافع، عندي القرفه، عندي المسكه الحره رانا طحنتها مع السكر، راه ماشي كل هذيك مسكه حره. هنا عندي زيت الزيتون، دابا نص غنخلطو بزيت الزيتون ونص غنخلطو بالزبده ان شاء الله. هانتوما عاد شوفوا كي غندير معاكم. دابا هذا هو الكاوكاو اللي حمرت معاكم وطحنته كي كتشوفوا معلك ولا. غنزيد عليه ثاني الجنجلان، كما قلت لكم كيعطي واحد التعليكه رائعه وكيعطي داك المذاق ديالو مع مطحون بديك الجلوف ديالو ومحمرين، كيعطي واحد المذاق رائع. غير ما تخليوهش يتحرق، ما يتحرقش هذاك اللوز في الفران، يعطي حقه من التحميره وصافي. من بعد ما كنطحنوا الا جاني ثقيل شويه كنزيد نضيف الزيت، والزيت تكون حلوه ماشي ديك الزيت المره ولا شي زيت عندها شي مذاق خايب ولا شي حاجه، شي زيت اللي تكون حلوه وزوينه. هاد السلو راه كيكون صحي بزيت العود وفيه الدقيق ديال الزرع بالنخاله ديالو، راه شي حاجه صحيه. وزيدون كلشي محمرينه في الفران حتى شي حاجه ما قالينها. كتشوفوا الشكل ديالو ولا سائل. دابا غنضيف معكم المقادير. هذا هو الطحين ديال الزرع، واخا غربلته كنعاود نغربلو. الا بقات فيه شي حاجه ديال ديك النخاله كتكون محروقه كتحرق دغيا النخاله حقاش خفيفه كنحيدوها.
كتشوفوا بقى داك شويه كيبان لكم بحال كحل. كنضيف عليه هنايا الجنجلان اللي هرمشنا، كنضيف عليه دقيق اللي حتى هو الدقيق الابيض اللي حمرت حتى هو وكيجي مذهب وكيجي رائع. كنضيف سكر كلاصي، ضيفوا على حسب الذوق ديالكم، اللي ما كيبغيش الحلاوه راه كيضيف داكشي قليل. هنا غنضيف هذاك اللوز اللي حمرته هو في الفران وحيت ديال القشره. كتشوفوا الشكل ديالو كيجي مذهب وغير مهرمش. هاد الخليط الاول انا ما نضيفش فيه الكاوكاو، ما نضيفش فيه الزبده كما قلت لكم. علاش انا غندير على جوج اشكال. هنا غنضيف معلقه عامره ونص ديال حبه حلاوه، معلقه ثاني عامره ونص ديال النافع، ثاني معلق ونص ديال القرفه، هذه المسكه الحره كما قلت لكم راه زدت فيها السكر، راه ماشي كامله هذه مسكه حره. قليل من الملح، هذه كوزه اللي بغى يضيفها يضيفها واللي ما بغاش يستغنى عليها. كنضيف غير نص هنا والنص في الخليط الاخر. هنا العسل انا ما كنضيفش فيه العسل بزاف، على حسب ضفتو فيه العسل خلطتوه غير بالعسل راه كيولي محجر، ما كيعطيش ديك التعليكه بحال دابا منين بحال هذا. هنا غنبداو نبسبسوها مزيان، كندخلوا ديك التوابل في بعضياتهم مزيان. من بعد ما بسبسنا هذاك الخليط اللي غيبقى ليه غنضيفو كامل. انا كتعجبني نكون نخلطها غير بيدي ونعلكها مزيان مزيان مزيان، كندلكها مزيان احسن من هذيك اللي كيخلطوها برا. راه ما كتعجبنيش انا بداك، كتجيني بحال اللي مرمله ولا ما عرفتش. كتعجبني انا هذه اللي كنخلط بيديا غير هي، كنعلكها مزيان وكندلكها. من بعد ما خلطتها غندير معاكم، نضيف معاكم الاخر. هنا هذا اللي غنضيف فيه الكاوكاو، الاخر ما ضفش فيه الكاوكاو. الكاوكاو راه هو كيجي رائع، كيجي واحد المذاق ديالو رائع. بالنسبه بعض الاخوات كيقول لك حنا ما كيعجبناش فيه الكاوكاو، ولا كاين اللي كيبغيو فيه الكاوكاو. كما كتشوفوا الشكل اللي بغيتو ديروه ضيفوه. هذا اللوز اللي كان بقى ليا انا ما خلطتوش، انا ما زدتش فيه زيت العود حقاش غندير فيه الزبده. هذا الجنجلان حتى هو كنحاول نشرح لكم مزيان. هذا الجنجلان اللي هرمشت حتى هو ضفتو. كما قلت لكم السكر راه كيبقى على حسب الذوق ديالكم، اللي كيبغيها حلوه راه كيزعم، واللي كيبغيها ناقصه راه على حسب الذوق ديالكم نتوما. هنا غنضيف ديك نص كوزه اللي بقات ليا، حبه حلاوه، النافع، القرفه، المسكه الحره،
هنا هذه الزبده اللي ذوبتها غنصفيها كما كتشوفوا. ديك كيبقى داك اللبن لتحت، وديك الكشكوشه حتى هي كتصفى كتحيد، وكتبقى غير ديك الزبده صافيه ما فيها والو، هي اللي غنخلط بها دابا. غنضيف العسل اللي بقى ليا، دابا نخلطوا هاد العناصر ديالنا مزيان، غنبسبسوها. من بعد ما بسبسناها مزيان كنضيف ديك الزبده كامله وكنعلكها مزيان، كنخلطها، كنعطيها تخلط مزيان حتى كتولي معلكه. كنخلط كنعلك مزيان وكنقلب، كنخلطها مزيان وكنقلب حتى كتولي معلكه كما كتشوفوا، ولات معلكه على هذا الشكل. راه كتجي رائعه رائعه. تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر وغتعجبكم ان شاء الله، وما تبقاوش تستغناو عليها. راه شي حاجه اللي هي مفيده وما فيهاش شي حاجه اللي هي مقليه، كلشي محمر في الفران في الكوكوط كما كتشوفوا. داك الشكل الاول هو اللي خلطت بالزيت العود، وهذا الشكل الاخر هو اللي خلطت بالزبده والكاوكاو. كتجي معلكه في نفس الوقت، ملي كتفركيها كتعطيك واحد مفركه كتجي رائعه كما كتشوفوا اخواتي. الشكل النهائي هو هذا، وراه كتجي شكلا ومذاقا، وراه كتجي رائعه. بالنسبه اللي فيها الزبده، اللي بغى يحتفظ فيها في الثلاجه ما يديرهاش في الثلاجه، حقاش ديك الزبده راه كتولي جامده. بالنسبه اللي فيها زيت العود واخا تحتفظوا فيها في الكونجيلاتور ماشي مشكل، اما هذيك اللي فيها الزبده راه ملي كديروها في الكونجيلاتور تخرجوها كتولي جامده. شوفوا اخواتي الشكل ديالها كي كيجي، راه كيجي رائع وكيشهي. كما قلت لكم ما تنساوش ديروا لنا اللايك واشتراك باش يوصلكم الجديد ان شاء الله.